انت دلوقتي حاسس بالذنب صح؟ حاسس انك ضيعت ساعة في معلومات بلا هدف. مين اول واحد اخترع الكبريت؟ اول واحد فكر يحلب بقرة؟ الرادار لقط مخالفة. انزل اعمل لايك وتعالى اقول لك ليه الساعة دي اهم من كورس كامل. طيب سلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اكتر كدبة اتباعت لينا انك لازم تتعلم الحاجة المفيدة بس يا معلم، المخ مش بيشتغل بالطريقة دي. سنة 1992 في عالم اسمه جون إنج. العالم ده لقى ان الناس ابتدت تستسلم لمرض السكر، وحتى الحكومة الأمريكية رفضت تمويل بحثه. كان ايه بقى البحث ده؟ هو سمع معلومة بعيدة عن تخصصه بتقول ان في سحلية اسمها جايلا مونستر بتاكل مرات قليلة جدا في السنة، ممكن 3 أو 4 مرات بس، وبتحافظ على مستوى السكر في دمها لفترات طويلة جدا. فقرر يدرس لعاب السحلية دي، واكتشف مركب شبه هرمون الجي ال بي 1 اللي موجود في جسم البشر بنسبة بتوصل لأكتر من 50%. والمركب ده كان الأساس في اختراع معظم الأدوية اللي بتعالج السكر، وكمان دخل في الأدوية الحديثة زي الأوزمبيك والمونجارو اللي بيساعدوا على التخسيس. ال AI دلوقتي بقى بيعمل كل حاجة تقريبا، بس لسه قدرته على ربط الحاجات اللي ملهاش علاقة ببعض على قدها شوية. كل معلومة غريبة بتسمعها هي نقطة بتنور في مخك، النقط دي بتوصل ببعض وفجأة تلاقي نفسك فاهم حاجة محدش فاهمها غيرك. في دراسات من جامعة بنسلفانيا بتقول إن الناس اللي بتسمع معلومة من هنا ومعلومة من هنا وتقدر تستوعبهم عندها مرونة بنسبة أعلى بكتير من بقية الناس. طيب أنا تجربتي الشخصية مع الموضوع ده بسيطة جدا. أنا كنت اتفرجت على فيديو كده مفروض إنه ملوش لازمة، زي إنك إزاي تقطع التورتة، وكان في طريقة كده بتقدر تعملها بحيث إنك تقسم التورتة بشكل كويس. كنا في فيرويل عندنا في الشركه، واضطريت ان انا استعمل المعلومه اللي انا عرفتها من الفيديو، لان في الفيرويل بيبقى الموضوع شويه كليشيه، وبتبقى خلاص حد ماشي من الشركه، فانت كل حاجه عايزه تمشي سلسه. فانا رحت تطوعت على طول وعملت بالفيديو اللي انا شفته، ودي معلومه المفروض ان هي ملهاش اي لازمه ليا بس فرقت في يوم مهم. وكمان دي من اكتر الحاجات العبثيه اللي انا عملتها في حياتي. كنت خدت كورس اسبانيش وقعدت باخد الكورس ده، انا مش بتعامل مع كاستمر اسبان، وكان بالنسبه لي الموضوع غريب، بس فضلت وخدت الكورس وفضلت اتعلم فيه. طبعا اصلا فكره انك تتعلم لغه جديده ده بيخلي عندك القدره على التعلم وبيفوق مخك كده كانك بتعمل له ريفرش. وكمان جيت في مره رحت اتعاملت مع كاستمرز اسبان، ويا سلام بقى، رحت داخل عليهم بالايس بريكنج بالاسباني، وكانت حاجه كويسه جدا وفتحت لنا الشغل اكتر، وابتدينا نقدر نتعامل مع بعض بكلمتين اسبانيش انا قلتهم في اول الحديث. طبعا ركز في شغلك وكاريرك، بس لو جت ساعه فصلت وسمعت كم معلومه ملهمش لازمه بالنسبه لك ما تحسش بالذنب ابدا. بس يا سيدي، لو عجبتك الحلقه ما تنساش انك تعمل لايك وتبص على الحلقات التانية وتتابعني علشان نتقابل تاني، وهتلاقي المصادر تحت، وما تنساش تقولي في الكومنتات ايه اغرب معلومه سمعتها الاسبوع ده. اشوفكم على خير، سلام.